رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. معانا النهارده فيديو قوي جدا مليان افكار للتوفير. لو كنت عايزه تعملي سفره جامده زي كده وكمان توفري فيها، هقولك ازاي تعملي سفره بالعظمه دي باقل تكلفه ممكن. هقولك ازاي. ايوه، تكلفة بسيطة جدا اللي كلفتها في الاكل ده. وعملت فراخ ولحمة وكمان عملت جلاش محشي، وهقول لكم برضو ازاي كل حاجة. مش هخبي عليكم اي حاجة في الفيديو ده، مليان افكار. بصوا، روعة كده تجنن. خدي منها اللي يناسبك، وانا متأكدة انك هتاخديها كلها. بس يلا، قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة، وكمان ما تنسيش تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهات. اول حاجة كده قلت اعملها، مالكش دعوة بالحنة بتاع الجواهر اللي على ايدي دي، مركزيش معاها في الفيديو خالص. المهم، جبت هنا حوالي كوبايتين من الفول وحطيتهم بيتهم ليلة، وبعدين اخدتهم علشان اعمل شوية فول مدمس كده قبل ما ابدأ بقى الشغل بتاعنا الجامد. هنا معايا حلة على النار فيها شوية مية مغليين. الحلة دي هنحط فيها ايه؟ عندي قطعتين من اللحمة. طب ازاي انت هتعملي لحمة طريقة اقتصادية وطريقة سهلة والعنوان زي ما انت بتقولي كده؟ يعني اولا انا قلت لكم على افكار كتيرة جدا ان احنا نوفر بيها مصروفنا، وان احنا نكون موفرين اللحمة والفراخ ازاي. اولها ان انت وانت جايبة نص كيلو لحمة علشان تعملي وجبة واحدة. مثلا لو انتوا عيلة 4 افراد، نص كيلو ما شاء الله. معرفش يعني مقدار كل واحدة فيكم ايه، بس النص كيلو يعني لو عيلة 4 افراد هيكون كويس. هتاخدي منهم قطعة كده صغيرة كده، ما تبانش يعني ما تبانش ان انت واخداها من اللي هتاخديها وتحطيها على جنب. مثلا احنا بنجيب 3 مرات او 4 مرات لحمة في الشهر. في الشهر، ما بقولش يعني قولوا ربنا يبارك، كل واحد بيجيب ليه مقداره. بس انت هتاخدي قطعة لحمة من كل كيس لحمة بتجيبيه، هتاخدي قطعة اللحم. وهتيجي في يوم مفيش بقى مصروف، وجينا اخر الشهر خلاص ما عادش مصاريف وما عادش فلوس خالص، هتقومي راحة واخدة قطعة اللحمة دي، كام قطعة اللي انت لمهم على بعض، وهتطلعيهم زي الشطرة. تتفاجئي تلاقي عندك حوالي ازيد من نص كيلو، وهتعمليهم بألف هنا وعافية. ده اللحمة اكلناها من غير اي مصروف. تعالوا بقى على الطماطم المجنونة بنت المجانين. الطماطم دي والله العظيم هي مجنونة فعلا، يوم بجنيه ويوم ب10. بس هي المرة دي فوتت مننا شوية، بس على مين؟ والله مش هنسيبها في حال. تعالوا اما اقول لكم بعمل ايه عشان ازود الكيلو الطماطم معايا واخليه المقدار بتاعه يتضاعف زي ما انتم شايفين كده. حطيت بصلايه، قطعتها في حوالي نص كوباية زيت. بصلتين كبار كده حلوين، قطعتهم زي ما انتم شايفين صغير كده. وجبت الطماطم، ضربت معاها معلقة من الصلصة. لازم يكون عندك الصلصة الجاهزة دي، بتدي غناوة جامدة جدا لطعم الصلصة بتاعتك، وبتزود معاكي الكمية، بترمي معاكي كمية حلوة. ولازم يكون متوفر عندك فلفل أحمر. هاتي كيلو فلفل أحمر. كيلو الفلفل الأحمر ب20 جنيه، حطيه في الفريزر. لما تيجي تضربي طماطم زي كده، هتروحي جايبة الفلفل الأحمر وتروحي حطاه على الطماطم. هتحطي قرنين مثلا، بتدي طعم فظيع وبتدي تيست عالي جدا، بتدي لون وبتدي كمية يعني. هتحسي ان انت عملت. شايفين يعني انا كان عندي شوية صلصة، حطيت عليهم واحدتين فلفل احمر، وحطيت عليهم معلقة صلصة جاهزة. هتلاقوا الصلصة بتاعتكم بسم الله ما شاء الله. وحاجة كمان، البصلة بتاعتي ادت لها لون حلو جدا، يعني كان اخدت اللون الاحمر علشان تدي برضو للصلصة بتاعتي سمك، وتدي لها كمان لون غني برضو. جيت كمان على البرطمان اللي كنا عاملينه مع بعض ده، حطيت منه معلقة. طبعا يا سلام بقى يا حبذا لو كنت حطيتها في الزيت. وحطيت في الزيت فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة وحاجة بسيطة كده من القرف. شايفين معايا؟ حطيتهم بقى على جنب ووطيت عليهم. وطبعا ما حطيتش ملح لان البرطمان بتاع الفلفل الاحمر ده كنا عاملينه المرة اللي فاتت مع بعض، وقلت لكم مش هنكتر كمية الملح، بس مش هنحط الملح في التتبيل. المهم هنا جيت على نص الفرخة ده، خليه وشايلة الجلد من عليه.
ده نص فرخة عادي خالص يعني، وحبيتش كمان ان انا اعمله بعيد عنكم. عملت قطع بانيه كده بس قطع عريضة، يعني لو الفرخة بتاعتك كبيرة هتعمل معاكي كل ناحية هتعمل معاكي 3 قطع بانيه، لو الفرخة صغيرة هتعمل معاكي قطعتين 2 بس. المهم هنا الفرخة كانت كبيرة شوية، عملت منها البانيه. يعني يعتبر النهاردة كنت مطلعة نص فرخة وراح اطبخه، بس قلت ادلع لهم النص فرخة ده، اطلع كيس اللحمة اللي انا عيناه في الفريزر عندي، واطلع كمان باقي الحاجات اللي انا شايلاها. تعالوا هنا بقى نعمل تتبيله حلوه كده للبانيه اللي هنشويه مع بعض. قطعته طبعا بانيه، وجيت هنا على الخلاط اللي مكان الصلصه، حطيت عليه على طول واحده من البصلايه وفصين من الثوم، حوالي 4 فصوص كده من الثوم، وحطيت معلقه جنزبيل ومعلقه قرفه ورشه من بهارات الفراخ ورشه من الكاري والكركم، وقلبت كده زي ما انتم شايفين. وفي ناس كمان بتحب تعمل التتبيله دي وتعمل الفراخ بتاعتها ملح وفلفل بس، وبعدين باقي التتبيله. وحطيت كمان معلقه من البهار المشكل اللي احنا عاملينه برضو المره اللي فاتت، الفيديو اللي فات، اللي هو البارد بقى. انما التاني اللي كان في الصلصه حطيت له من اللي هو اللي بيتحط على النار بتاع الطبخ. هتلاقوني برضو مقسمه لكم كل حاجه في الفيديو اللي فات، رجعوا الفيديو اللي فات وشوفوه هيعجبكم. بقى منظر الصلصة بتاعتنا قمر ازاي. هنا خلاص اتسبكت معايا وبقت جاهزة وعلى استعداد واتم استعداد على المحشي. طب تعالوا بقى خد ربطة الخضرة بقى، اللي الربطة فيها يعني الربطة بتاعت الخضرة ما عادش فيها. احنا بقى هنزود الكمية بتاعتنا بايه؟ واحدة فلفل اخضر كده زي ما انتم شايفين نقطعها على الخضرة بتاعتنا. وبالمناسبة انا كنت موطية على النار شمعة بتاعة اللحمة. المهم لو عايزة تاخدي شوربة صافية ورايقة وطعمها جميل ولونها جميل، وطي على اللحمة وهي على النار، هتلاقيها تطلع معاك الشوربه تكون صافيه ورايقه كده. طبعا احنا القفص الصدر بتاع الفرخه ما رميناهوش، حطيناه في الشوربه برضو ايه يستوي معانا ويدي برضو طعم في الشوربه، مش في الشوربه بتاعت اللحمه. المهم زي ما انتم شايفين كده حطيت بصلايه وحطيت ورق لورا، وكمان وطيت عليهم بقى النار، وحطيت عليهم الشويه اللي اتبقوا من التتبيله بتاعت البانيه، كنت سبتهم على جنب من شويه. وكمان حطيت شويه الشوربه بتاعها. هنا الفول حسيت ان هو خلاص قرب يخلص والمية نشفت عليه، فزودت شوية مية وهشيله بقى احطه على جنب علشان اخلص بقية الاكل بتاعنا. المهم حطيته على جنب كده وزودته طبعا مية سخنة بتغلي، بلاش تزود الفول مية سقعان، هيغلي غلوتين وهشيله احطه على جنب. جيت هنا معايا حوالي 3 كوبايات رز مغسول، حطيت عليهم الخضرة والفلفل الاخضر. وطبعا الفلفل الاخضر بيدي طعم تحفه يا ولاد في المحشي. انا عايزه اقول لكم انا عرفت واحده بتقول لي ان هي كانت بتعمل المحشي بالفلفل الاخضر بس من غير خضره، تخيلوا. وبتقول كان بيبقى احلى محشي وكان بيبقى طعمه جميل. ناس كتير يعني بتقول الموضوع ده، انا حبيت اجربه. وانا طبعا بعملها يعني كنت عاملاها قبل كده كذا مره، بس قلت بقى ايه اجربه واحط شويه بزياده، فحطيت بقى وادى طعم حلو قوي. يعني حابه تكتري شويه كمان في كميه الفلفل الاخضر مفيش مشكله مع ربطه الخضره. المهم هنا المحشي بتاعنا بقى جاهز واتم استعداد ان هو يتحشى. شايفين الشكل القمر بجد يا ولاد، المحشي ده بينزل قلبي كده ما بينزلش معدتي. هنا بقى الكرنب، حابه تجيبي كرنب وتعمليه دلوقتي مفيش اي مشكله، بس احنا طبعا ايام ما كان الكرنب رخيص جبنا وعملنا، يعني احنا بنعمل حساب لكل حاجه وما بنضيعش مننا وقت وما بنضيعش مننا جهد. طبعا الكيس المحشي طلع هيتحشى على طول، انما لو انت جايبه لسه في نفس اليوم هتقعدي تسلقي وكمان تجهزي، طبعا بيبقى طعمها احلى. الطعم بيفرق من الفريزر للفريش، بس اللي في الفريزر ما تخليهاش تغيب معاكي، احنا عاملينه بقالوش 3 شهور يعني. طبعا احنا عاملين كل ده مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت. جبت بقى الورق الكرنب عملته كده زي ما انتم شايفين. مش مشكلة يا ولاد نتلاشى حاجة، وحاولوا تحسسوا نفسكم بالسعادة بأقل الإمكانيات اللي في إيديكم. حاولوا تحسسوا نفسكم إن انتوا ما شاء الله يعني مبسوطين ومرضيين، يعني ما تحاولوش تضغطوا على نفسكم، لأن احنا بقينا في أيام صعبة والفلوس ما عادش بتيجي فيها بالساهل.
فاحنا لازم نكون قدها كده ونكون قد التحدي ده. المهم عملت حلة المحشي وخلصتها زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا شايفين الشوربة ودسمتها والقمر بتاعها. كمان كنت حاطة فيها قطعتين من العظم كده وقطعتين من الدهن. عايزة اقول لكم، ما تيجوا تعملوا شوربة للمحشي، الدهن بيديلها دسامة حلوة قوي وغنوة حلوة، احلى من الزيت والسمنة الف مرة. كان عندي بقى علبة العصاك ديت زي ما انتم شايفين كده، من الفيديو اللي هو بتاع الفرخة الواحدة. فاكرين لما قلت لكم فرخة واحدة هتعمل كمية اكل كتيرة ومش عارف ايه؟ عملنا مع بعض كل حاجة. طلعنا عصاك كمان من الفراخ اللي هو يعمل معانا اكلتين. ده عصاك كنت عاملاها معاكم بالتفصيل في الفيديو بتاع تقسيمة الفرخة الواحدة وازاي ان هي توفر معايا. طبعا اشتلته كده على جنب في علبة كده، وهبتدي ان انا احط الجلاش. طب تعالي بقى الجلاش بصوا يا جماعة، انا مش هخبي عليكم اي حاجة، انتوا زي اهلي بالظبط. يعني انا مش هخبي عليكم اي حاجة، انا جوزي اتفاجئ كده بالاكلة والحاجات دي ما كانتش موجودة في البيت وعملتها له، فاهمين؟ فاحنا يعني مع بعض كده ومننا واحد، وهديكوا افكار لان احنا كلنا في نفس المركب، ولازم نكون نستثمر كده دماغنا ونفكر صح. الجلاش ده كان عندي برضو من مشتريات الشهر اللي فات. عايزه اقول لكم حاجه بقى، انتي لو معاكي فرصه ان انتي تشتري حاجه وتعينيها، هاتي وعيني. يعني انا مثلا متوفر معايا 25 جنيه، لفه الجلاش ب25 ب30، مش بحاجه يعني. اروح اصرفها في اي حاجه وخلاص، ولا اجيب حاجه وزي كده واعينها؟ يعني لفه الجلاش مش هيجرى لها حاجه، احطها في الفريزر. يعني لا، الفكره الافضل والطريقه الافضل ان انت تجيبي الحاجه وتحطيها عندك في الفريزر لوقت ما تحتاجيها، وقت مثلا عندك مناسبه تطلعيها وتعملي بيها. عملت لفة الجلاش زي ما انتم شايفين كده، وحشيتها بالعصاك بتاعنا. وكمان ابتديت ان انا اقطعها كده اهوت زي ما انتم شايفين. وقطعت طبعا التقطيعة اللي انت حباها بقى قطعيها قبل ما تخش الفرن. انا المهم عندي في كل الاكلات الاساسيات تبقى موجودة: الطماطم، البصل، ايه يا حمود؟ حمود بيزني يا ولاد، مش عارفة ماله. المهم جبنا الجريل وسخناه وحطينا عليه رشة من الزيت كده. لو حابة تعملي البانيه المشوي بزبدة تبقى يا حبذا بقى ويا جماله. لا، احنا حطينا زيت لان احنا فقراء واقتصاديين وبنعمل كل حاجة على قد الايد. يا ولاد الست الشاطرة اللي بجد انا بهزر معاكم على فكرة، الست الشاطرة اللي تمشي بيتها بأقل الامكانيات، ولو ما فيش حاجة خالص خير وبركة يعني من عند ربنا. واي حاجة ربنا يبعتها لنا رضا ونعمة ورزق. واعرفوا ان ما فيش حد هياخد رزقكم غيركم، يعني اعرفوا ان ما فيش حد واخد رزق غيرك. يعني رزقك ده بيبقى مكتوب لك في السماء، وربنا بيبعتهولك وبينزلهولك من 7 سما. فاعرفوا ان ان الرزق ده اللي موجود الوقت ده هو اللي مكتوب لك، مش حته بقى قله فلوس وحته ان احنا ما معناش وحته ان احنا فقراء والكلام ده كله. ده كله كلام خايب ملوش اي 30 لازمه. انا عايزه اقول لك ان ده رزقك، يعني اللي انت فيه ده هو رزقك وهو اللي مكتوب لك، فلازم ترضي. فيعني الجزع من النعمة اللي احنا فيها مش هنغير منها حاجة. فانت لازم ترضي وتاخدي تحدي الايام اللي احنا فيها دي. على فكرة على كل الدول وعلى كل البلاد، والناس كلها في نفس الظروف، يعني الناس كلها بتعدي بنفس الظروف. فاحنا لو رضينا والله، لو رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وإن لم ترضى بما قسمته لك لو سلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. فاحنا لو رضينا ربنا هيرضينا وهيريح قلوبنا. وهتولي حد كده نام في يوم من الايام من غير اكل، او نام يعني جعان او محتاج ان هو ياكل؟ لا، الحمد لله كلنا بننام مرضيين، وكلنا ربنا رضينا اخر رضا، وربنا بيرضينا من حيث لا نحتسب. تعالوا بقى هنا، صينية الجلاش بتاعتي خلصت، اخدت لون من تحت. جبت هنا كده شوية شوربة من الحلوين الدسمين بتوع اللحمة دول، وحطيت عليهم بضاية، وكمان رشة فلفل اسود، وضربتها زي ما انتم شايفين كده. انا يعني على طول بعمله باللبن والبيض، بس جربت المره دي بالشوربه قلت كتغيير يعني. بس انا عايزه اقول لكم ادت طعم تحفه جدا، وادت غناوه حلوه قوي للجلاش. وكمان اخد لون بقى من فوق ووطيت عليه من تحت. طبعا انا كنت بروح وباجي على على الجلاش بتاعي كده، واتبقى معايا شويه المواعين بتوع الطبخ دولت، قلت المهم برضو بحيث ان انا اخلص واخرج من المطبخ مره واحده بقى. فكرة ان انت تكوني راضية بحالك وراضية باللي ربنا كاتبهولك وراضية بكل حاجة ربنا عاملاها لك في حياتك،
الفكرة ديت يا جماعة هتريحكم نفسيا جدا، يعني هتريحك قوي في حياتك. فكرة ان انت تكوني مش محتاجة حاجة من حد، وغنية بنفسك وغنية بربنا سبحانه وتعالى. ان انت ما تاخديش حاجة من حد، ان انت ما تحتاجيش لحد. تعدى ايامك سهلها وصعبها، لان انت زي ما جه عليك ايام صعبة دلوقتي، جه عليك قبل كده ايام حلوة، وجه عليك ايام فرح وهنا، وكنت مبسوطة وسعيدة، واللي حواليك اكيد كان فيهم اللي برضو. يا احمد ما نسيبنا، خلينا نخلص الفيديو. كان فيهم ناس كتيرة قوي كانت ظروفها صعبة وعدت معاها برضو، وهم مبسوطين دلوقتي، وانتي برضو اللي الدنيا جاية عليكي، والدنيا مش جاية عليك ولا حاجة، هو ده نصيبك وهو ده رزقك وهو ده المقسوم وهو ده اللي ربنا كاتبهولك. فكرة ان انت ترضي بأي حاجة ربنا كتبها لك دي فكرة جميلة جدا، وربنا يعوضنا كلنا خير. الصبر ده يعني انا عايزة اقول لكم مفتاح الجنة ومفتاح فرج ومفتاح ربنا، يعني ربنا كاتب لك بيه كل الرزق. وما تنسيش تشكر ربنا على النعمة اللي انت فيها، نعمة ان انت سليمة معافاة. من اصبح منكم امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد ملك الدنيا وما عليها. المهم ان ربنا يعني سبحانه وتعالى عمره ما هيسيبنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده في احاديث كتيرة جدا ان احنا مش مبتلين، وربنا اما بيجي يبتلينا بيبتلينا ابتلاء خفيف، حاجة بسيطة كده تقدري تستحمليها كمروة، تقدري تستحمليها كفلانة. يعني ربنا بيدي الابتلاء للناس اللي تقدر تشتاله والناس اللي تقدر تستحمله. فما تنسيش ان نعم ربنا عليكي، وتدوري في الحاجة اللي رايحة منك، فتفقدي نعمة الحاجة اللي معاكي، وترجعي تندمي على ان انتي ما فرحتش بيومك، على ان انتي اطفالك كبروا قدامك وما فرحتش بيهم، على ان انتي اولادك، يعني لو جبت انت وولادك كشكول الرسم مثلا وقعدتوا ترسموا وتلونوا وتفرحوا نفسكم، عدى ساعة من وقتكم، الساعة ديت لو كنت قعدت حزنت فيها او زعلت نفسك او شلت نفسك الهم كانت هتعدي. المهم ان الدنيا بالطول وبالعرض هتعدي، فابسطوا نفسكم وما تزعلوش نفسكم وما تشيلوش نفسكم اكتر من طاقتها. يعني اللي ربنا كاتبه لنا هنشوفه، ويعرفوا ان انت اليوم اللي بيعدي فده انت كويسة وصحتك كويسة، بتاكلي وبتشربي ومستقرة، أمنة، حياتك مستقرة وأمنة في حياتك. فانت كده يعني بتملك الأرض وما عليها. ربنا يا رب يديم عليكم نعمه، ويديم عليكم ستره وصحته وعافيته يا رب. قدمنا الأكل بقى وتغدينا بألف هنا وعافية. وهنا الفول اهو، كنت بقول لكم من على الوش بس بيكون اسود الطاوة الأولانية، وطبعا لازم لون الفول بيتأكسد زيه زي التفاح والبدنجان، لأن هو فيه حديد فبيتأكسد مع الجو، تغيير الجو. حطيته كده في علب وحطيته في اكياس، بحيث ان انا اطلع الحاجة من دول اخدها. انا عاملة كمية كبيرة علشان تفضل معايا. بعمل علبة، بجهز العلبة مثلا بشوية توم وطماطم واجهزها واحطها في التلاجة، وبسحب منها طول الاسبوع، بتكون بتقضيني. فعشان كده يعني بعمل الكمية زيادة شوية. المهم هو عمل معايا الكمية الحلوة دي، ووصلت للجزء ده من الفيديو واستفدت ولو معلومة بسيطة. يا ريت تحط لايك وتشتركي في القناة وتنورينا باشتراكك. بشكركم على حسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.